السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. تعال أقول لك إزاي تقدر تغير لغة الإكسل أو لغة الأوفيس بوجه عام من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية. لو إحنا في شيت إكسل زي كده دلوقتي هو باللغة الإنجليزية وأنا عايز أحولها للغة العربية، بدخل على قائمة فايل، وبعد كده بخش على أوبشنز، بدخل على لانجوج، وباجي هنا بلاقي محطوط لي اللغة العربية او اللغة الانجليزية، فباجي بحدد على اللغة العربية كده وبقول له انا عايزها تبقى اولوياتي، بحركها موف اب من هنا كده وبتبقى اللغة العربية هي الديفولت بتاعي، فبقول له اوكي. فبيقول لي لازم تعمل ريستارت للاوفيس، فاقول له اوكي، اقفل الفايل وهدخل على الفايل تاني، الاقيه يحول لي باللغه العربيه، مش الاكسل بس، الوورد كمان. يعني لو جيت هنا كده وفتحت الوورد، فايل وورد فاضي، الاقيه برضو باللغه العربيه. والباوربوينت لو ده فايل باوربوينت برضو كنت فاتحه باللغه العربيه. طب ازاي ارجعه تاني للغه الانجليزيه؟ هدخل على الاكسل وهدخل على ملف، هدخل على خيارات، بعد كده هختار اللغه، وبعد كده احدد الانجليزيه واخليها تحريك لاعلى، تبقى هي الديفولت بتاعي، واعمل موافق. هيقول لي لازم تقفله وتفتحه تاني، اعمل له ريستارت، اقفل كده الشيت وافتحه تاني كده بالشكل ده. ده كان موضوع حلقتنا النهارده، ارجو ان يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش دعم القناه بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.